السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها الأبواب المغلقة. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن لطف ورحمة ورأفة ربنا بأم سيدنا موسى. بالنسبة لسيدنا موسى نفسه كليم الله، ربنا عز وجل قال في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني كل رسول ليه مميزات وليه معجزات، مش شرط تبقى عند الرسول تاني، او كل رسول لازم يبقى ده معجزات هنا لازم معجزات هنا. لا، ربنا فضل رسول عن رسول اخر. فسيدنا موسى عليه السلام كليم الله، ربنا ميزه واداله ميزات عن باقي الرسل، من اول وهو في بطن امه مرورا بمراحل حياته كلها لحد دخول بيت فرعون، لحد ما انزل عليه الرساله وهو ليه مكانه خاصه. اتكلمت قبل كده في فيديو الانسان مسير ولا مخير، ان مخلوقات ربنا كلها بتدخل قوه رزميه خاصه، ان الاقدار كلها بتاعت كل بشر ياخد القدر بتاعه او اللي مكتوب ليه. بعد ما المخلوقات بتطلع من الخاوي الرزميه ديت، ربنا بيطلع على كل قلب، بناء عليه بيختار انظف قلب وانقى قلب ان هو ينزل عليه رساله او ينزل عليه يبقى نبي، او حتى من عباد الله الصالحين. مش شرط حتى اللي قلوبهم كويسه يبقى نبي او رسول، لا، ممكن يبقى من عباد الله الصالحين زي مثلا سيدنا لقمان. فربنا عز وجل وجد في قلب سيدنا موسى ما يجعله ان هو يختاره رسول ومن اولي العزم. بين كل الانبياء والرسل هم 5 بس اولي العزم. اولي العزم دوت اللي هو عنده قدره كبيره جدا من الصبر والتحمل في الرساله نفسها، ان انت تدعو الى عباده ربنا عز وجل. ال5 دولت كان ترتيب سيدنا موسى فيهم النص، يعني جه قبله سيدنا نوح، بعد كده سيدنا ابراهيم، بعد كده سيدنا موسى، بعد كده سيدنا عيسى، بعد كده سيدنا محمد عليهم الصلاه والسلام جميعا. كليم الله، يعني دي برضو حاجه اختص ربنا عز وجل بيها سيدنا موسى. بالنسبه لقصه سيدنا موسى بقى نفسه من البدايه للنهايه، صعب جدا الواحد يختصرها في فيديو او 2 او 3، لكن اختص بجزئيه واحده بس واتسالت فيها: ان ازاي فرعون بجبروته والمستشارين بتوعه ما خدش باله ان الطفل دوت هو المختار او هو اللي حلم بيه، وازاي خده في بيته وازاي رباه. والحقيقه ان هو فعلا كان سيدنا موسى وهو طفل كان مميز، كان طفل ذكي وكان طفل قوي، وده اللي لاحظ فرعون نفسه والمستشارين بتوعه، ونبهوه قالوا له: الطفل دوت غالبا اللي انت حلمت بيه في النبوءه بتاعتك. لما قلنا رحمه ربنا نزلت في امراه فرعون السيده اسيا، قالت له: ده طفل، يعني انت بتشك في طفل صغير. عملت له اختبار التمره والجمر. هو طفل عادي هيروح للحاجه المتوهجه اللي منوره، يشوف ايه اللي منور ده، مش التمره تبقى عاديه بالنسبه له. الحقيقه سيدنا موسى كان هيروح للتمره، لكن ربنا عز وجل ان هو يروح للجمره عشان يموت قلوب المستشارين بتوع فرعون نفسه، وخلاه يلمسها بلسانه. هي كانت السبب. سيدنا موسى كان عنده عيب في النطق، العقد ده اللي في لسانه، اللي خلاه فيما بعد يطلب من ربنا عز وجل، او احد الاسباب انه يطلب من ربنا عز وجل ان سيدنا هارون يبقى وزير ليه. وباللفظ كده: هو افصح مني لسانا. انا كانوا شاكين فيه وان هو الطفل ده مش عادي، وكان فرعون كان شايله مره كده يعني بيهشكه وبتاع، قام مسك دانه قام شددها، خرج خصله كده في ايديه. يا جدعان الطفل ده مش طبيعي، في حاجه. والمستشارين بتاعه نفس الكلام: الطفل ده مش طبيعي، في حاجه. فسبحان الله خلى سيدنا موسى ياخد الجمره، يبتدي يكمل مراحل خطوات حياته خطوه خطوه، ويكبر في بيت عدو، وبعد كده هو يبقى السبب في زوال ملك عدو. سبحان الله. القصه ديت، او بشوف القصه ديت نشأة سيدنا موسى في قلب فرعون في قلب بيته، بان نشأة المقاومه في الاراضي المحتله بتاعتنا. لما نيجي نشوف النكبه وبدايه احتلال الاراضي بتاعتنا وتقسيمها هنا وهنا، والعدو بتاعنا طبعا يعني فرض حصار كامل على اخواتنا في الاكل وفي الشرب وفي الميه وفي كل حاجه. على بدايه بزوغ المقاومه الثمانينات، بعد كده دخلنا في التسعينات ومع اول رد عسكري منهم، بعد كده لما الاحتلال نفسه انسحب من القطاع، بيشبه لي بالموقف دوت ان هم بنوا المقاومه وخدوها خطوه خطوه واحده واحده في قلب بيت العدو. في قلب بيت العدو الفرق ما بين القطاع وما بين الحصار وما بين القوات العدو والكلام ده كله، مفيش عده امتار ما بين ده وما بين ده. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يطلعوا من وسطهم وفي قلبهم يطلع ناس بتخاف على دينها وبتخاف على ارضها. الفتره دي كلها من 2005 لحد 7 اكتوبر، فتره الصبر دي كلها والاعداد، يعني خدوا الفتره دي كلها اعداد وصبر قوي، واعتمدوا على ربنا في الاول وفي الاخر. خلينا متفقين، اعتمدوا على ربنا في الاول وفي الاخر. ربنا كرمهم وجبرنا بالنتيجه اللي وصلنا ليها حتى الان. لما نيجي نشوف اللي حصل من 7 اكتوبر حتى الان، لا، المقاومه بتدي العدو على قفاه حرفيا، بتكبده كل يوم خسائر على مدار الشهرين دولت، خسائر عسكريه وخسائر اقتصاديه.
وحتى ما نيجي نشوف الخطاب بتاع الرئيس الامريكي امبارح ولا اول، هو ابتدى يسحب ايده واحده واحده. خلاص شايف ان هم مش محققين اي نجاح، وهم جبنة بيضربوا في المدنيين العزل اللي معهمش سلاح ومعهمش اي حاجه، مش عارفين ياخدوا حق ولا باطل مع مقاومه حرفيا. سبحان الله، تشابه ما بين القصتين، وان شاء الله زوالهم هيبقى على ايد الابطال بتاعتنا والخط الدفاع الاول لينا كلنا كوطن عربي، واحنا كلنا كشعوب بندعمهم واقفين وراهم وبندعي لهم، وربنا ان شاء الله هينصرهم. والنتيجه برضو اللي احنا وصلنا ليها لحد دلوقتي من الهدنه الاولى، والنهارده الشعب نفسه بتاع العدو بيطلب هدنه ثانيه وتبادل اسرى ووقف اطلاق النار. هم دلوقتي اللي بيطلبوا، مش احنا اللي بنطلب. طبعا ربنا يرحم شهداء مسواهم الجنه ان شاء الله. الخسائر بتاعتنا في الشهداء وفي الارواح ثمنها لا يقدر بثمن وغالي جدا، لكن احنا خسائرنا مكسب. هم دول في الجنه ان شاء الله، وفي مكان احسن وفي مكان افضل، والرجاله بياخدوا بحقهم. يعني المسافه صفر والمسافه اقرب من الصفر، يعني ربنا يأيدهم بنصر ان شاء الله وينصرهم نصرا عزيز مقتدر باذن الله تعالى، زي ما حصل مع سيدنا موسى وفرعون، ان هو طلع من قلب بيته. ان شاء الله المقاومه خرجت من قلب الاحتلال بين الاحتلال وسط الحصار كلها، وان شاء الله تبقى على ايديهم زوال العدو الجبان الخسيس باذن الله تعالى. ولحد هنا اللايف خلص، دمتم كلكم بخير يا رب، وربنا يبعد عننا كل شيء وحش. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.